مين عم يكتب تاريخ سوريا؟ الإعلام ولا المنتصرين؟ للأمانة التاريخ ما له كتاب ثابت، هو كتاب بيكتبه المنتصرين. بس اليوم بسوريا مين رح يكتب هذا التاريخ؟ هل هو الإعلام أم السياسيين أم الشعب؟ منلاقي بهذا الصدد روايات كتير متناقضة، يعني كل طرف سياسي بيحكي روايته عن الشيء اللي صار بسوريا، ممكن إرهاب، ممكن مؤامرة، ممكن تحرير، يعني نفس الحدث له ألف وجه وكل طرف سياسي عم بيحاول يفرض روايته. بشكل عام الإعلام الرسمي بيصنع نسخة واحدة من الحقيقة وبيعتبرها هي الحقيقة المطلقة، وبنفس الوقت الإعلام المعارض دائما بيكون عنده رواية متناقضة وممكن تكون ناقصة، ممكن تكون مختلفة. هون عندنا السوشيال ميديا دخلت كأرشيف حي، بس كمان لازم نعرف إنه السوشيال ميديا مليانة أخبار مضللة. في عنا الأرشيف المنسي، يعني المعتقلين، المهجرين، الناس اللي فقدت بيوتها، هذا الجانب بالغالب ما بينحكى، يعني الصور والشهادات، شهادات الضحايا والمقالات، هذا هو التاريخ المنسي يلي مهدد فعلا إنه يضيع. هون عنا المعركة على الذاكرة. اليوم نحن بسباق، كل طرف بده يفرض ذاكرته على الناس. الكتب المدرسية، الإعلام، الأفلام والسوشيال ميديا كلها أدوات لإعادة صياغة الماضي. طيب الجيل الجديد رح يقرأ تاريخ سوريا من أي مصدر؟ هل رح يعرف الحقيقة كاملة؟ يا جماعة التاريخ ما بينكتب بالقلم بس، التاريخ بينكتب بالذاكرة وبالصورة وبالصوت، وإذا ما كتبنا الحقيقة اليوم رح تنكتب بكرة بس بغير صوتنا. لهيك شاركونا رأيكم بالكومنتات كرمال نعرضها بالحلقات الجاية.